السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حبايب قلبي في حلقة جديدة من ما بين الشوطين. في لعيبة كانوا ممكن يدخلوا التاريخ من أوسع أبوابه، لعيبة جماهير شالتهم على الأعناق وأرقام بيكسروا بيها الدنيا، وناس بتقول عليهم الجيل الذهبي. بس كل ده راح فين؟ اختفى فجأة في إمضة قلم على عقد. طب ليه؟ عشان ملايين؟ الشهرة؟ شوية غرور؟ ولا ممكن يكونوا افتكروا نفسهم اكبر من القميص اللي لبسوه؟ النهارده هنتكلم عن لعيبه باعت اسطوريتهم بايديهم، مش بسبب اصابه ولا بسبب مدرب، بسبب قرار، صفقه واحده نهت كل حاجه. قبل ما تبدا الحلقه خلي عندك شويه دعم، وانزل اعمل لايك وسبسكرايب للقناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. معاكم محمد فريد ما بين الشوطين. بسم الله، يلا نبدا. بما اننا هنتكلم عن لعيبه باعوا وقبضوا وما بقوش اساطير، طبعا اول واحد هيجي في بالك هو نيمار. نيمار كان ماشي بخطى ثابته علشان يبقى وريث ميسي ورونالدو. في موسم 2014-2015 نيمار حقق الثلاثيه وكان نجم نهائي دوري ابطال اوروبا. لكن في 2017 نيمار قرر يسيب كل ده ويروح باريس سان جيرمان في صفقه كانت اكبر صفقه في تاريخ كره القدم وقتها، 222 مليون يورو. طبعا فكرته ساعتها كان انه يبقى النجم الاول بعيدا عن ظل ميسي. لكن ايه اللي حصل؟ مفيش دوري ابطال، اصابات كل موسم، خناقات مع الجمهور، مشاكل مع زمايله، وفضل يجري ورا الفلوس لحد ما راح الهلال السعودي. وطبعا الاصابات منعته انه يلعب. دلوقتي في سانتوس البرازيلي انتهى من حيث بدأ. الآن نعطي الكلمة للسيد ناصر الخليفي الذي جعل هذا الحدث حقيقة. كوتينيو نجم ليفربول الأول، صانع لعب مرعب بيشيل الفريق لوحده، راح برشلونة علشان يبقى بديل نيمار، لكن وقع في فخ الضغط والتوقعات. الجمهور ما اقتنعش بيه والمدرب معرفش يستخدمه صح، اتصاب وبعدها بينتقل من إعارة لإعارة. الغريب هنا انه سجل في برشلونة مع بايرن ميونخ في دوري الأبطال وساهم في أكبر فضيحة في تاريخ برشلونة، 8-2. هل تسمعون ما أقول؟ 8 أهداف مقابل هدفين لقلب موازين برشلونة وليس ميزان الكرة العالمية. طب هازارد كان أجمد لاعب في تشيلسي، كان بيعمل كل حاجة في الكورة، أهداف، صناعات، مهارات، بطولات. راح ريال مدريد كواحد من أغلى الصفقات في تاريخ النادي، لكن أول ما دخل النادي اتصاب، ولما رجع كان وزنه زاد وحماسه قل. الجمهور ما بقاش صابر عليه، وفي النهاية ريال مدريد فسخ عقده وقرر يعتزل بدري وهو لسه في سن اللعب. And Hazard changing gear and steering in a beauty. Ramirez nudge forward for Hazard, playing for fun. وعندنا جريزمان اختار التوقيت الغلط، كان نجم اتلتيكو مدريد، كان شايلها على كتافه، خد معاهم الدوري الاوروبي وكاس السوبر الاوروبي وكان نجم منتخب فرنسا في كاس العالم. لكن قرر يروح برشلونة في توقيت فيه الفريق بيقع والمدرب مش عايزه والجمهور مش مقتنع بيه، ورجع لاتلتيكو مدريد بعد فترة باهتة ولسه لحد دلوقتي بيحاول يرجع اسم وسط النجوم. طب تفتكروا في حلقة زي دي هنسيب رمضان صبحي في حاله؟ رمضان صبحي خرج من الأهلي على أوروبا ورجع على الأهلي تاني، صنع لنفسه شعبية جبارة، كابتن في الملعب من وهو عنده 22 سنة، نجم الإعلانات الأول، كان شايل الفريق في بطولات كبيرة. وفجأة قرر يسيب الأهلي ويسيب كل ده
ويروح بيراميدز عشان عرض مالي اكبر. طبعا الجماهير زعلت منه جدا، وده اثر على صورته وادائه، ومن يومها ما كسبش ولا بطوله، الا انه حقق السنه دي اول بطوله ليه كبيره مع بيراميدز، وهي دوري ابطال افريقيا. ابن النادي ابن النادي. طبعا في لعيبه كتير جدا تانية في الموضوع ده، زي ديلي آلي مثلا، كان نجم توتنهام بس اختياراته دمرته، ده غير الاصابات. ولو اتكلمنا مثلا عن خيمس رودريجيز، بعد ما بدع في كاس العالم 2014 اختار انه يروح ريال مدريد، ومن ساعتها ما فارقش الدكه لحد ما طلع اعاره. ده غير طبعا اليكسيس سانشيز في ارسنال، توريس في ليفربول، باولينيو اللي راح الصين في عز تألقه ورجع على برشلونه ما لحقش يعمل حاجه. كل دول ضحايا الصفقات الغلط. من الاخر، مش كل صفقه كبيره معناها نجاح كبير، في صفقات بتنقلك وفي صفقات بتنهيك وتقضي عليك. اللعيبه دي باعوا اسطوريتهم بايديهم، اللي راح بدري واللي راح غلط واللي اختار الفلوس بدل الحلم. انت بقى شايف مين اكتر لاعب ضيع نفسه علشان صفقه؟ اكتب لي رايك في الكومنتات، وخلي عندك شويه دعم، واعمل لي لايك وسبسكرايب للقناه، وما تنساش تفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. واستنوني الحلقات الجايه اللي جاي تقيل. كان معاكم محمد فريد ما بين الشوطين.